ولكن او فينال راه ماشي القرايه اللي كدير الفلوس، ماشي الدبلوم هو اللي كيدير الفلوس، ماشي الدبلوم هو اللي كيدير المستقبل. لا الفلوس شي حاجه اللي كبيره، لا خصني ها كيفاش قالوا لي خصني ندير فلوس، كيفاش جدودي قالوا لي خصني ندير الفلوس، جدودي كانوا عندهم هذا، كانوا كيستروا على داك الشيء. العالم غادي للفوندو الاخوان، البطاله طلعات، الفائده طلعات، الفقراء ما لقاو ما ياكلوا. شنو غنديروا اخويا؟ راك خلعتينا دابا، شنو غنديروا؟ غديروا صناعه المحتوى. السلام عليكم. الموضوع ديال اليوم ما يمكنش ما يكونش وصلك الصهد ديالو اولا ما تكونش سمعتي به، بغض النظر على شكون انت ولا شكونتي، سواء شاب يعني في مقتبل العمر ولا انسان كبير عندك ولادك او لا عندك خوتك ما صار منك. ما يمكنش ما تكونش سمعتي هاد الهضره ديال القرايه ما تنفع في والو. هذه كلمه متناقضه، حيت ما يمكنش بلا قرايه. راه الا بغيتي تعجن الخبز خصك تقرا كيفاش تعجنها، يعني تعرف هي ديك المعرفه كيفاش تعجنها، هذيك هي القرايه، فهمتي؟ ولكن هما هنا كيقصدوا القرايه ديال المدرسه، يعني اي حاجه قريتيها بحال كتكب الماء في الرمله، ديك الساعات نشوفوا واش انت متفق معايا ولا لا. ولكن هاد الناس اللي كيقولوا هاد الهضره الا سولتيهم ايوا في اوت القرايه شنو ندير، غالبا 90 ولا 99% غيقول لك الخدمه في الانترنت. اكبر نسبه من هاد الناس باغيين يبيعوا لك دوره ب 999 درهم، اولا الزوين فيهم غيقول لك غير دير لي فولو في انستغرام وتبعني وانا غنشرح لك. والخايبه بزاف هو انه سيريوسلي بداو كيهضروا بكل ثقه في النفس وما بقاوش كيميزوا. يقول مثلا انت عندك واحد لي كومبيتونس، انت عندك واحد الانسان تقدر تكون مقاول، تقدر تخدم في الانترنت، عندك واحد الموهبه غتنفعك. لا، بدا كيجمع كلشي ونساو ولا كيتناساو باللي الخدمه في الانترنت علاش مبنيه اصلا على التجاره. جميع المجالات ديال الانترنت مبنيين على التجاره، والا ما كنتيش عارف هذه المعلومه انا غنقولها لك. بحال الاي كوميرس، الناس اللي كيبيعوا منتوجات اونلاين سواء في البلاد ديالهم او لا على برا، او لا مثلا اللي كيدير غير التسويق بالعموله، يعني مكلف غير مكلف غير بالكوتي ماركتين، او لا مثلا اللي مكلف مثلا غير بالتصوير ديال المنتوجات، حتى هو كيخدم اونلاين فريلانسر مثلا كيصور لك المنتوج، يعني عندك المنتوج اللي غتبيعو انت، او لا مثلا واحد اليوتيوبر ولا صانع محتوى اللي كيتخلص من البلاتفورم ديال اليوتيوب او لا فيسبوك اللي كتخلصوا حيت الناس داروا فيها اشهارات وداك الناس كيبيعوا منتوجات. كلشي داير على التجاره. فمني كتسول هاد الناس كيقول لك باللي الخدمه اونلاين يعني كيقصدوا بها التجاره، يعني غتسمح في كل شيء، ما غاديش تخدم، ما غاديش تكون موظف، غادي تسمح في كل شيء وغدير التجاره. ونساو باللي ماشي اي واحد يقدر يكون تاجر، واصلا ما يمكنش، حيت باش تكون انت تاجر خصك مستهلك لا ياخذ من عندك المنتوج، ولا لا المستهلك النهائي يشري من عندك منتوج. انت هو المستهلك النهائي. مثلا اي واحد فيكم راه كيمشي كيشري حوايج، كيشري ماكله، كيشري اي حاجه. نسولك واحد السؤال، اذا كنت انت الحياه ديالك ماشي مستقره، واش غتكون كتكونسومي؟ مثلا مرضتي ما كاينش طبيب، لا حيت الطبيب كان باغي يكون طبيب، وسمع واحد خونا كيقول له بلي القرايه ما صلحاش، هو كان يلاه في عمره 17 عام كيدوز الباك، وقرر انه يقطع القرايه، وبهكا ما حصلناش على الطبيب، حيت هذا السيد هذا كان غادي يكون طبيب وكان البروفيل ديالو ديال طبيب، ولكن ما ولاش طبيب حيت سمع لواحد السيد في الفيديو كيقولها. اولا مثلا وقع لك واحد المشكل مع شي واحد واحتاجيتي محامي، مشيتي كتقلب على محامي ما كاينش، حيت المحامي سمعته هو نفس الهضره وخرج. المشكله هي ان كاع هاد الشباب هادو اللي كيسمعوا هاد الهضره وقرروا انهم يتركوا الدراسه ديالهم، نسبه ديال 3% او لا 2% هي اللي تقدر تكون فعلا ناجحه في التجاره، والنسبه الاخرى اللي كان عندها ممكن انها تكون ناجحه في عده مجالات خرجت من القرايه قبل ما تكمل، وهكا فقدناهم. واش ممكن تكون محامي او طبيب او قاضي مثلا بلا ما تدوس في الجامعه او بلا ما تدوس في المدارس العليا؟ واش ممكن تكون مثلا رجل شرطه ولا دركي ولا مثلا رجل في الجيش ولا قائد في الجيش ولا في البحريه الملكيه بلا ما تدوز في مدارس عليا من مور البكالوريا؟ او لا طباخ بلا ما تقرا على الطبخ، واخا تكون كتعرف الطيب ما غاديش يجي يخدمك واحد عنده فندق فخم يخدمك في الاوتيل ديالو وانت ما عندك الشواهد، ما عندوش ضمانات. او لا مهندس او لا بيلوت ديال الطياره، واش ممكن هذا الشيء هذا بلا مدارس عليا؟ اذا علاش كيعمموها على كل شيء؟ هذا الفيديو درتها باش اي واحد عنده 17 16 عام كيقدر يشوفني دابا، اولا انت الا كتعرف شي واحد بحال هكا بدات كتدور له الفكره في راسو وكيقول لك باللي انا كنسمع باللي نقدر نخدم اونلاين ولا ندير بلا ما نكمل، قل له احذر حذري او بابا. وإلا كان فعلا عنده حماس فراه يمكن له يدير داك الاونلاين بيزنس ديالو مع القرايه ديالو. مثلا مني غادي يسالف العشيه، مني غيجي ما غيحتاج غير بيسي بحال هكا، مثلا غيشد بيسي غيحطو حداه ويبقى خدام، ما غيحتاجش منه انه يمشي لشي بلاصه، وهكا غيقدر يدير جوج حوايج دقه واحده.
هذا السؤال هذا مولاتو بنت راني ديجا جاوبت واحد الدري، ولكن نجاوبك حتى نتيا. شوف، ما تنصح حتى شي واحد يخلي القرايه ديالو حتى تبدا تدخل في الاي كوميرس، عاد خلي الدراسه ودون توليكا راه القرايه ما كتسالش. انا اليومين هذا باقي كنقرا وخاص اي واحد يبقى يقرا. وانا كنهضر على شنو شفت بعيني. شفت الناس خرجوا من القرايه بلا ما يشدوا حتى البكالوريا ديالهم بسبب بعض التحفيزات، خرجوا جلسوا شدوا التليفون ولا البيسي وبقاو كيشوفوا ما عرفوا ما يديروا. اولا كاين اللي كيهرب من القرايه، كندخل كنلقى في لي كومونتير كيقول لك القرايه ما بغاتش تدخل لي راسي غادي نمشي نخدم اونلاين. ولا ما دخلتلكش قرايه راسك راه ما غاديش يدخل لك البيزنس اونلاين راسك، لانه صعب منها. راه بصح صعيب، ما يبسطوهلكش بواحد الطريقه رهيبه. خصو يكون عندك بعض المواهب عندك وكتزيد تسكيليهم باش انك تقدر تمشي في هذا المجال هذا. وفيه واحد الستريس، واحد المغامره، واحد الدماغ مشتت لواحد الدرجه ما يمكنش تصور. وماشي كلشي كيقدر على هذه المساله. انا مازال عاقل، كنت كنقرا في واحد لافاك وكنت شارك السكن مع واحد الصديق ديالي، وكان قال لي هكا بالحرف، قال لي انا ما عنديش كان اني نكون خدام في شي خدمه، هذه هضر على وظيفه، شي خدمه اللي فيها ستريس، وكان باغي يدفع التعليم. قال لي انا باغي نكون استاذ، نقري 4 سوايع في النهار ونمشي نجلس وناخذ قهوه ديالي ونرتاح، ما نفكر في حتى شي حاجه اخرى. او لا، داك الصداع ديال الدراري حدو يتسالى، صافي العشيه نبقى مهني، عارف الصالير غيدخل، ما غنبقاش مشطون، عندك يوقع لي عندك يوقع لي عندك يوقع لي. وهذا الشيء هذا كاين عند بزاف د الناس. ولكن الا جا دخل البيزنس كيتصدم انه النعاس ما كيبقاش يجيه بزاف ديال الامور. الا كان خدامي اونلاين كيقدر يخسر فلوسه، كيقدر يكون داك فلوس مسلفهم، فراه هادو كاملين مشاكل. وهاد الناس هادو ما كيفكروش في هاد الشيء، وكيخرج غير بستوري ويقول لك الدراري القرايه ما عندها فاش تنفعك، وعارفين باللي ناس كيتفرجوا لهم عندهم 17 16 عام كيسمعوا لهم وكيتاثروا بهم. هادشي علاش درت هاد الفيديو هذا. واكيد الا شتيه غادي تنصح الناس اللي دايرين بك انهم يكملوا على الاقل القرايه ديالهم. ديك الساعات غادي يكون في واحد النقطه انه يعرف شنو يدير. الا بغى يمشي في هذا المجال يمشي، بغى يكمل في القرايه ديالو يلقى انه ديجا راه ما خرجش. وتبارك الله عليكم.